هنكمل النهارده مع أسطورة جديدة من أساطير زراعة الشعر، أسطورة بدائل زراعة الشعر. المثل بيقول اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل، ومع ذلك البشر دايما بتحب الحل السهل وبتجربه رغم انه غالبا بيكون حل مش كويس ومكلف، وده اللي بنشوفه كتير مع اغلب اللي بيعانوا من تساقط الشعر. الدعاية دايما بتقوم على العامل النفسي وانها بتلعب على استغلال حوائج الناس، وده هو اللي بيحصل مع اغلب المنتجات اللي بتدعي انها بديل لزراعة الشعر. والنهارده هنكلمكم عن كم مثال منهم. الاول تقنية الريجينيرا والتسويق ليها على انها بديل زراعة الشعر، لكن الحقيقة انها تقنية جديدة هي بتشتغل على انها تغذي البصيلات الموجودة بالفعل في فروة الراس، لكنها مش بتخرج شعر جديد، يعني مش زي زراعة الشعر، يعني زيها زي المينوكسيديل، بس بدل ما بنستخدم المينوكسيديل مرتين في اليوم بنضطر نستخدم دي مرة كل 6 شهور. فهل فعلا تستحق انها تتسمى بديل زراعة الشعر وتستحق المبلغ المدفوع في كل جلسة؟ البديل الثاني هو البايو فايبرز او الشعر الايطالي، وده شعر بنسمع دايما عنه في التسويق انه بيتزرع بشكل مباشر وهو طويل وبيدينا نتيجة فورية، لكن اوقات كتير بيتسبب في مشاكل وانه بيعمل تفاعل مناعي في فروة الراس. الجسم ساعات بيعتبره جسم غريب وبيروح يهاجمه فيعمل تليف في فروة الراس، واحيانا بيؤدي لحدوث تشوه وموت للجلد في المكان المزروع فيه. واخر حاجه معانا النهارده هي الشبكيه. الشبكيه زي ما كلنا عارفين هي باروكه لكنها بتتثبت وبتتلزق في فروه الراس، ممكن تسبب مشاكل كتير في فروه الراس، اشهرها هو العدوى والتليف اللي ممكن يحصل نتيجه الصمغ الملزوقه بيه، وده طبعا بعيد عن انها بتدينا شكل غير طبيعي بالمره. في النهايه كلها مسميات لاجراءات بتسوق على انها بديل لزراعه الشعر، لكن في النهايه مفيش حاجه هتقدر تدينا الاحساس الطبيعي والشكل الطبيعي وان الشعر يطول ويقصر ونحلقه براحتنا زي زراعه الشعر. وطبعا حل زي البايو فايبرز او الشبكيه مش بيديني رفاهيه ان انا اروح احلق شعري او اطوله براحتي، لان انا مجبر على شكل معين وطول معين، وعشان كده زراعه الشعر هتدي لك الاحساس الطبيعي اللي مش هتلاقيه مع اي بديل تاني.